ده احمد اديب اخو عمرو اديب. اسمعوه بيقول ايه لما اتسال عن ليه مصر ما تدخلتش عسكريا او فضلوا. منذ اليوم الاول السؤال كان مطروح من القاهره، ايه اللي نقدر نعمله؟ الحرب دي او اي مشاركه عسكريه مش ليها تكاليف؟ طيب حضرتك مقيمه في جمهوريه مصر العربيه، من اسبوع 10 ايام كان 9 بالليل مفيش اضاءه، ودلوقتي بقت للساعه 11. السؤال، الدوله اللي بتحاول توفر في فاتوره الكهرباء من 500 مليون دولار ل 1600 لمليار 650 بسبب زادت عليها، تنقل فرق وقوات وطائرات مؤن وامداد وتموين منين؟ عندنا 165 مليار دولار ديون. 13.5 تريليون جنيه مصري ديون. انا مع احترامي لدول الخليج ومع احترامي للدوله المصريه انا بتكلم بمنطق عقلي، اين تكمن المصلحه؟ عقلي بيقول لي ايه؟ تقدر ولا ما تقدر؟ ده احمد اديب اخو عمرو اديب، معاه الجنسيه المصريه والاماراتيه، حب يطلع ترند والناس تتكلم عنه فطلع يتكلم عن مصر ويطلعها بصوره وحشه زي ما اخوه بيعمل بالظبط. عماد اديب طلع يقول مصر عليها ديون خارجيه وداخليه وبتوفر في الكهرباء والبنزين، وقالها بالنص كده عايزين ايه من بلد بتقفل الساعه 9 عشان توفر في فاتوره الكهرباء، مع ان كل الدول عليها ديون، مع ان كل الدول عندها ازمات. طبعا كان قصد ان مصر ما بعتتش قوات عسكريه وطيارات وجنود عشان يحاربوا ايران من اجل دول الخليج اللي اصلا ما اتحركتش عسكريا اطلاقا غير للدفاع عن نفسها، بتدافع عن نفسها. يعني من الاخر دول الخليج متحفزه على التعمق في المواجهه وبس بتدافع عن نفسها وقادره تعمل ده وبقوه كمان. كل شويه نسمع عن طيارات سقطت في السعوديه والامارات من الدفاعات الجويه. فايه دور مصر في الموضوع وايه علاقه مصر في الموضوع وايه لازمته الكلام ده دلوقتي؟ ثم ان مصر كدعم بتدعم بالفعل دول الخليج ضد ايران، وتابع الاخبار وهتعرف مواقف مصر كانت عامله ازاي في الفتره الاخيره، ومش لازم المواقف تبقى عسكريه. لو جينا نرد عليه بشكل منطقي وسريع شويه يعني عشان ما اطولش عليكم، اولا مصر في ازمه بسبب عده حروب حواليها مأثرين عليها بشكل كبير جدا، بالرغم من بعد مصر عن جوهر الصراع نفسه، وكمان نجاحها في احباط كل المحاولات عشان تبقى جزء من الصراع. فبالتالي ده اثر على مصر اقتصاديا زي ما حصل في دول كتير جدا. والكهرباء هي اكتر العناصر اللي بتستخدم وقود بعد السيارات، وحصه مصر من الوقود اللي كانت بتشتريه اتاثرت بسبب المشاكل اللي حاصله. فاكيد كان لازم يكون في حمله توعيه للمواطنين لترشيد الاستهلاك دوليا ومحليا، وكمان الحكومه عملت كده عشان ما تقطعش الكهرباء ساعه في اليوم. وقدرنا في شهر واحد نستقر من الناحيه دي، والبلد ما بقتش تقفل الساعه 9 وبقت بتسهر عادي، والكافيهات لحد الساعه 1 و2 والمحلات لحد الساعه 12 ولا 1 تقريبا. المهم ان الموضوع رجع طبيعي زي ما كان عليه بالظبط، على حظ الكلمتين بتوع عماد اديب. معرفش هو قال كده قبل القرار ولا بعده، ولكن في الحالتين ما كانش لازم يطلع يقول كده. وبالرغم من ذلك انا حتى الان برشد استهلاكي في الكهرباء، ولو لفيت معايا شقته كلها مش هتلاقي لمبه واحده شغاله غير اللي في مكاني فقط. وده طبعا من اجل بلدنا، ببدا بنفسي وبنصح غيري يبدا هو كمان يرشد استهلاك، ومش عشان بلدك بس، ده كمان عشان نفسك، وده عشان ما نقعش في ازمات تشمت في مصر الحاقدين عليها ومقهورين انها حتى الان واقفه على رجليها. وده ما يمنعش ابدا ان كل دول الخليج فيها ناس واعيه وعارفه هي بتقول ايه وعارفه مصر وشعبها على ايه. وشاركونا بارائكم في الكومنتات، وفولو لايك وشير، وصلوا على النبي.